يعني ليس للسعودية، لا أحد يستطيع أن يدعي أن للسعودية سياسات هجومية في أي مكان. هناك سياسات تصالحية، سياسات دفاعية، سياسات سلمية بين الزوجين. والسابق الذي سبق في النزاع مع إيران هو إيران. يعني السعودية بقيت 20 عاما بدون سفارة في العراق مثلا. إيران تندفع بصورة علنية، تندفع في كل اتجاه وتعلن ذلك. يعني هي ما عم تخفي الأمر. لاريجان يصرح أنه عن النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا والعراق واليمن. اليمن الآن طبعا يعني شبه في خاصرة المملكة العربية السعودية. مجيء ظريف، وهو رجل دبلوماسي ناجح كما يبدو، يفاوض بشكل